تعالوا النهاردة هنعمل وصفة جديدة. سمك الفيليه مع رز الصيادية على الطريقة الإسكندرانية. هنبدأ نجيب معانا حلة اللي هنعمل فيها الرز، هنحط فيها شوية زيت، وهنجيب 4 ل5 بصلات حسب كمية الرز اللي انتوا هتعملوها. يعني الكيلو بياخد 5 بصلات، 5 بصلات كبار، ممكن 4 لو ما بتحبوش البصل أوي. أنا هنا جبت 4 بصلات وحطيتهم قطعتهم جوليان، ممكن نقطعهم مكعبات صغيرة، بس أهم حاجة ما ينفعش يتفرموا. لو اتفرموا مش هيعملوا مية. مينفعش يتفرم، يتقطع رفيع أو يتقطع جوليان كده. نبدأ نقلبهم كويس جدا، مينفعش نسيبهم على النار، لازم نبدأ نقلب فيهم طول ما احنا واقفين لحد ما يبدأ يغمق معانا. وما تقلقوش مش هيمرر منكم، يعني الطعم مش هيمرر منكم خالص، جربوها وقولوا لي ايه رأيكم. هنبدأ نقلبها هنا، بس بدأت البصلة تستوي معانا، غمقت اهي مننا. نبدأ نحط البهارات بتاعتنا، البهارات العادية اللي احنا بنعمل بيها من غير أي افتكاسة: ملح، فلفل أسمر، كمون، وكزبرة، ونديها تقليبة كده لحد ما ريحة البهارات تطلع. بعد ما ريحة البهارات تطلع هنبدأ نجيب معلقتين كبار أو معلقتين ونص كبار الصلصة ونحطهم. ده سر التكة بتاعت اسكندرية اللي بيعملوا بيها، ونقلبهم كويس جدا. أول ما الصلصة تبدأ تتجانس كده مع البصل ومع البهارات وريحتها تطلع، هنبدأ نحط المية. وأهم حاجة لما نحط المية لازم بعد ما تبدأ تغلي نحسب لها 15 دقيقة ل 20 دقيقة بعد ما تبدأ تغلي، عشان البصلة تستوي. لازم البصلة تستوي قبل ما نحط الرز. هنا اهو بدأت تستوي معانا البصلة، قلبناها وشفناها لأنها بدأت خلاص استوت دخلت سوا. هنبدأ نجيب الرز المصري لازم يتغسل كويس جدا من النشا، عشان النشا مش لو اتغسل كويس من النشا مش هيعجن معاكم. هو بيعجن عشان يبقى فيه نسبة نشا كتير. نفضل نغسل فيه لحد ما يبقاش فيه نشا خالص. بعد كده نحط الرز ونديله تقليبة كويس جدا. طبعا الرز معروف المعيار بتاعه، عقلة صبع فوق الرز بالظبط المية، مش هيطلع معجن معاكم، وهيطلع كويس جدا وحلو. هنبدأ نديله تقليبة كده، ظبطنا المية بتاعته ونديله تقليبة كده كويسة. بعد كده هنبدأ نشوف بقى التتبيلة اللي هنعملها للسمك. هنجيب كبة أو خلاط، أي حاجة عندكم. هنحط فصين توم وحزمة كزبرة خضراء وفلفل أحمر بارد، اللي بيحب السبايسي يحط، وليمونتين نعصرهم. وهنحط الملح والفلفل الأسمر والكزبرة والكمون. بعد كده هنجيب التتبيلة ونحطها على السمك، ونعملها في السمك كويس جدا عشان كل السمك يشرب كويس جدا من التتبيلة. وأهم حاجة لازم نسيب التتبيلة دي من ساعتين ل3 ساعات في التلاجة، عشان السمك يشرب من التتبيلة يبقى طعمه كويس جدا. لو مستعجلين عليها أقصى حاجة ممكن تسيبوها نص ساعة على الأقل قبل ما الرز يستوي كده. تبدأ إيه، تقلوه. وبعد ما نحطه لما نحطه في التلاجة لازم نغطيه بورقة استرتش زي ما أنا هعمل كده، أو ممكن علبة بغطا نحطه نحطها في التلاجة ونقفلها كويس جدا. بعد كده لما السمك يطلع، في تركة مهمة جدا لازم تخلي بالكم منها: إن السمك لما تحطوه في الدقيق لازم تقلوه على طول، ما ينفعش يتركن. لازم أول ما تطلعوه من الدقيق كده تحطوه في الدقيق وبعد كده تحطوه في الطاسة على طول. هنا احنا الطاسة عن النار هتبقى أعلى من المتوسط شوية، عشان السمك ما يتحرقش من بره ويبقى من جوه ني. هنا السمك بدأ يدينا اللون الجولد الحلو، بدأ يستوي، ويستوي من بره ومن جوه. كل 3 دقايق أو 4 دقايق بقلبه على الوش مرتين، مرة على الوش ده، مرتين على الوش ده، ومرتين على الوش ده. بعد كده بدأ يستوي معايا. هنبدأ بقى نغرفه ونحطه مع الرز. ممكن تعملوا جنبه بابا غنوج أو سلطة طحينة زي ما انتوا تحبوا. ويا رب تكون الوصفة عجبتكم، ويا ريت كومنت ولايك في القناة واشتراك.